تعال اقول لك ازاي انا عملت الصوت كده اللي هو اصلا كان كده. تعال اقول لك ازاي انا عملت الصوت كده اللي هو اصلا كان كده. مرعب صح؟ يلا بينا. كل اللي هتعمله انك انت تدخل على موقع اسمه اوفونيك، ومن هنا بتبدا تسجل بالجيميل بتاعك او بالايميل او ايا كان، وبعدها من هنا تبدا انك انت تعمل ابلود للملف بتاع الصوت، ومن هنا هتلاقي موجود فويس كلينر، وفي مودات كتير جدا لو انتوا حابين حاجه تانية. ومن هنا بتضغط ستارت برودكشن، هتلاقيه بيبدا انه يعمل بروسيسنج، وبعد ما بيخلص بتكون دي النتيجه. انتم سامعينه ده مش هو ده الصوت الحقيقي اللي طالع من المايك. ولكن الموقع ده فيه مشكله صغيره، بس ان فيه زي ووتر مارك كده Biophonic.com. او علامه مائيه في الصوت، علشان الموقع هو مش فري، ولكن هو بيديك ساعتين فري بحيث انك انت تتست بيهم التول. العلامه المائيه بتكون في الاول او في الاخر، وبتبدا انك انت تشيل الجزئيه دي على اي برنامج مونتاج، كاب كات، بريمير، اي حاجه، وتبدا انك انت تمشي الصوت مع الصوت الاصلي. لينك التول هسيبها لكم في الكومنتس تحت، بس ما تنساش انك تعمل لايك، سبسكرايب او فولو او ايا كان المنصه انت تتفرج عليها. يلا سلام.